شهد حي مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء جريمة قتل مروعة هزت الرأي العام المغربي، وذلك بعدما أقدم رجل 50 على إنهاء حياة شابة كانت تعمل لديه داخل وكالة لتحويل الأموال، في واقعة تشير المعطيات الأولية إلى أن دافعها الرئيسي كان الغيرة والعلاقة العاطفية المعقدة بين الطرفين. وبحسب المعطيات المتداولة فإن المشتبه فيها البالغ من العمر حوالي 50 سنة كان يربطه تعلق عاطفي قوي بالضحية التي لم تتجاوز 29 ربيعا، حيث كان يثق فيها بشكل كبير إلى درجة أنه قام بتسجيل وكالة تحويل الأموال باسمها وفق ما أكدته مصادر متطابقة. غير أن الأمور أخذت منحى مأساوي بعدما اكتشف الرجل أن الشابة كانت على علاقة بشخص آخر أصغر منها سنا، وهو ما لم يستطع تقبله خاصة مع رغبته السابقة في الارتباط بها والزواج منها، الأمر الذي أدخله حسب رواية متداولة في حالة نفسية صعبة، إذ في يوم الواقعة تشير المعطيات الأولية إلى أن خلافا حادا نشب بين الطرفين داخل الوكالة الموجودة بحي الأبرار بمنطقة مولاي رشيد، بعدما عمد المشتبه فيه إلى إغلاق الباب عليهما من الداخل قبل أن يتطور النقاش إلى اعتداء خطير استعمل فيه سلاحا أبيض تسبب في وفاة الضحية متأثرة بالإصابات التي تعرضت لها. عدد من سكان الحي أكدوا أنهم سمعوا صراخا وضجيجا صادرا من داخل المحل، ما دفعهم إلى إشعار السلطات الأمنية التي حلت بعين المكان بشكل عاجل، حيث جرى اقتحام الوكالة والعثور على الضحية غارقة في دمائها، فيما كان المشتبه فيه في وضع صحي حرج. وفور وقوع الحادث فتحت المصالح الأمنية تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل كشف جميع الملابسات والظروف المحيطة بهذه الجريمة التي خلفت حالة من الحزن والصدمة وسط الساكنة، خاصة أن الضحية كانت معروفة بأخلاقها وحسن تعاملها مع الزبائن والجيران. وتعيد هذه الواقعة المأساوية النقاش مجددا حول خطورة العلاقة العاطفية الغير المتوازنة والتحولات النفسية التي قد تدفع بعض الأشخاص إلى ارتكاب أفعال إجرامية خطيرة عندما يفشلون في تقبل الرفض أو فقدان الطرف الآخر. وفي انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الرسمية خلال الأيام المقبلة، تبقى هذه الجريمة واحدة من أبشع القضايا التي استثارت باهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في الشارع المغربي.